يلا على سلامتك. السلام عليكم متتبعينا الأكارم أينما كنتم في لقاء جديد ونقاش جديد. جيت اليوم نهضر ونحكي لكم على مسلسل البطحة اللي جاز عبر قناة الشروق خلال هذا الشهر الفضيل وتبعته كامل العائلة الجزائرية بمختلف الأعمار، لأنه كان مسلسل ب20 حلقة يحاكي الواقع بطريقة هزلية احترافية ومحترمة، حمل عدة رسائل للشباب وعبرة كان لها معنى كبير. المهم انا شخصيا اعتبره عمل وتحفه فنيه منذ سنوات ما شفناش حاجه شابه كما هكا. كان هناك تسلسل رهيب للاحداث، تحيه كبيره لكل الطاقم اللي خدم في هذا المسلسل، حيث ان التمثيل كان اكثر من رائع، ونقول لهم الرساله نتاعكم وصلت، وهذا المسلسل احسن حاجه شفناها في رمضان لهذا العام. باش تحكم الكروكوديل بس انت كبدو من دار صحي لا دار ليك. مسلسل البطحة كما شفتوا بديناها بالهز وضحكنا، ولكن النهاية كانت حزينة بزاف، بكاتنا كاع. بطل القصة هو الممثل الموهوب والمحترف نبيل العسلي ابن مدينة فوكا بولاية تيبازا، وحمل اسم اللاز عبر هذه السلسلة. اللاز ذلك الشاب اللي كان معروف بما قلت الباسي باسي وحنا ذهب مشي كاسي، حيث دخلت هذه المقولة قاموس الشارع الجزائري بقوة، واللي كان أيضا معروف بسوابقه العدلية في السلسلة ودخوله السجن عدة مرات كما يقولوا بالطويلة، وكان يحب يتردد على المؤسسة العقابية على حساب هو واش قال. اللاز اللي كان يتبع طريق العواج وضع صغره فيها، وصل لواحد النقطة اللي حب يخرج من هذيك الحلقة المغلقة اللي كان فيها، ولكن حس روحه أنه ما يقدرش يرجع للوراء ويليق يكمل واش بدا، لكن بعد فوات الأوان وفي النهاية لقى روحه وحده. هذا الحكاية نتاع اللاز كاين أمثلة بزاف في الوقت اللي رانا فيه وفي المجتمع الجزائري. جات الحكاية على الشباب والمصاغر اللي عايشين في الأوهام، يتبعوا الميليو طريق العوجة وتغرهم الرجلة الخاوية والتبهليل اللي يعتبروها هما دبزة ومشاكل ومخدرات، ولا بوليس كل يوم يدوروا عليهم في الحومة. عايشين بالحرام، يلعب عليهم الصغور، يحسبوها دايمة، ما يشوف دنيا، ما يقرأ، ما يدير علاقات اجتماعية، لأنه ما يخرجش من لاسيتي وين يسكن، خايف من الحسيفات، والديه كارهين منه، الناس كامل تلطف من تصرفاته. دعاوي الشر كاع ملقطهم، يكملها في الحباس، الأم نتاعو مغبونة بالقفة وصحاب الدين يسالوا. على بالك واش كانوا يعيطوا لي في الطليان. إلا راح بالطويلة وكانت مدة السجن نتاعها كبيرة، تفوت عليه ثقيلة بزاف، يقدر يلقى والديه ماتوا، خاوته تزوجوا جابوا ولاد، يعني بزاف أمور تفوته وتحرقه في قلبه، وكيف يلقى حياته ضاعت خلاص، خسر كلش، والناس كامل اللي كانت دايره بيه خدموا تزوجوا داروا التاويل وداروا عائلات. نرجعوا لحلقات مسلسل البطحة ونشوفوا أن في الحلقة الأولى خرج اللاز من الحبس، كانت هذيك الجيجمون 17 وكانت نوعا ما ضراته شوية غير المرات اللي فاتوا، وكذلك من خلال كلامه وتصرفاته كان باغي ينسى الماضي نتاعو ويفتح صفحة جديدة، وخير دليل العبارة اللي كان يستعملها نتاع الباسي باسي. وأراد الزواج على جارته ربيعة، لكن مشاكل البطحة وجيرانه وولاد الحومة نتاعو اللي صنعوا من منحرف بطل يلجؤون له في كل مشكل، وتمنعوا من أنه يدير حياة هادئة ومستقرة. في المسلسل نشوفوا أنه اللاز يتعرف على الفتاة سولاف، هذيك البنت المترفهة بزاف واللي تكون تبغيه وحابة تتزوج به. رغم العلاقة اللي جمعته بها، لكنه يحن إلى البطحة ويتوحش المشاكل تاعها وحياة الانحراف والتشوكير والدبازي مع بونار والفرطاس، فيتخلى عنها ويرجع به يخلص جيرانه من هذاك الطماع اللي دا بلاصتو في الحومة، ويعاود يرجع الخطيبته ربيعة. في أحداث المسلسل نشوفوا أنه البلدية جات وخرجتهم من ذيك البقعة اللي كانوا عايشين فيها وعطاتهم سكنات اجتماعية في حي جديد، وفي هذاك الحي تصالح مع ديانو البوندا تاع بونار والفرطاس، لكن تخلي ربيعة عنه بعد ما لقات راجل تحكم فيه وعنده بزاف دراهم عاونها باه تقلع البروجي تاعها، واختارت نفسها على حساب اللاز. وشفنا الحكاية كيفاه بعد زواجها كان راجلها هو يربي البزوز وهي لاهية في الخدمة والسفر. المهم اللاز رغم واش كان يدير وتصرفاته اللي كانت ما تصلحش خلاص، إلى أنه كان عنده نوعا ما مبادئ وقيم، إنسان فيه الخير،
وكان باين من عدة مواقف، كما من رد الدراهم للعائلة اللي كانت رايحة تكري في البطحة من عند صاحبه العبسي اللي كان باغي يخونهم، وكذلك سمح في سلاف على جال البطحة. ولاد حومته وربيعة، وشفتوا في المسلسل الحلقة اللي تلاقات فيها ربيعة بسلاف في دار اللاز واللي كانت بعنوان نكار العشرة. لكن بعد تخلي ربيعة عليه على جال الراجل عنده دراهم تسمات، شافت المستقبل تاعها، وهو تاني كانت القضية الأخيرة نتاعو اللي دخل للسجن بها من بعد ما تدابز مع صاحب ربيعة اللي كان يجي يرفدها من عند الدار، حكموا عليه ب7 سنين حبس بعد ما دافع على ولاد حومته والحشمة في الكرطي. وتخلي وحنا شفنا ان ولاد حومته تخلاو عليه كي تخلى الحبس، والامر كان عادي، وبقى اللاز بعد خروجه من السجن وحده. في الاخير نقولوا كما قال عمي برنو، الباسي باسي والرجله مال بلاسي، وديروها دوسي كلاسي. صح الرجله مال بلاسي ما عندها وين تديك، وكما قال اللاز خرجوا حوسوا روحوا سيدي يحيى دوشوا ديروا الريحه كلوا طاكوس، وننصح الشبيبه اللي راها في طريق العوجه فطنوا قبل ما يفوت الحال. وكذلك نشكر نبيل عسلي والكيب نتاعه على العمل الاحترافي اللي قدموه.